انا ما بعرفش اقول لا. من شويه سنين كده انا ما كنتش بعرف اقول لا نهائي، بشوف انه عيب وما يصحش وكده هبقى بحرج اللي قدامي وبحسسه بمشاعر مش حلوه. تخيل بقى شعوري بالذنب وقتها اني كنت سبب ان شخص يبقى مش مرتاح بسببي، فكنت بوافق حتى لو الحاجه دي جايه عليا قوي. منين بقى يا ترى اتكون عندنا اننا ما بنعرفش نقول لا؟ زمان واحنا صغيرين كان عيب نقول لبابا وماما لا، بابا وماما بيتقال لهم حاضر. طب ولو قلت لا بابا وماما هيزعلوا مننا، وعارفين ربنا كمان هيزعل مننا. فبقى عندنا معتقد كده بيقول ان كلمه لا ما ينفعش تتقال، ولو قلتها فانت مخطئ ومذنب، ومش بس كده كمان انت كمان هتكون سبب في زعل والم الناس اللي حواليك. فبتاخد بقى التجربه دي وتعممها ونحط في حياتنا يافطه كبيره مكتوب عليها اوعى تقول لا. فلو انت لسه جديد معانا في انك تحط حدود لنفسك، في كام حاجه كده هتسهل عليك الرحله دي. الم اللي حواليك وزعلهم مش معناه انك ارتكبت حاجه غلط. لما بتقول لحد لا وهو يزعل دي مش مشكلتك. حاول بقى تفصل ما بين الم الاخرين وزعلهم وشعورك انت بالذنب. حد مثلا طلب منك حاجه مش هينفع تديها له ايا كان السبب، ما عندكش وقت بقى، ما عندكش طاقه، عندك اولويات تانية، فقلت له لا مش هقدر اعمل ده، فاللي قدامك طبعا زعل. انت مش السبب، ولكن رفضه ان يحترم حدودك هي السبب. النقطه المهمه قوي بقى اننا كمان لما بنبدا نحط حدود في الاول بيبقى الموضوع كده يضايق، لان الموضوع جديد عليك، فبتحس بالخزي والذنب وحاجه يعني في منتهى يا ارض تشق وبلعين. بس بعدين لما تتعود تقرر بس اللي يناسبك وتخاف على نفسك زي ما بتخاف على زعل غيرك، وقتها بس هتفهم يعني ايه تبقى مرتاح وحواليك ناس شبهك بتحترم حدودك.